الفيديو ده هنتكلم عن الكاوتش وكل حاجة محتاجين نعرفها وكل الأرقام اللي على الكاوتش معناها إيه. أول رقم وأشهر رقم كلنا بنشوفه هو ال 175 65 ار 15 84 اتش. طبعا الرقم ده مش ثابت على كل الفرد، ده بيتغير، ممكن يبقى 195 50، ممكن 205 55 وهكذا، كل حاجة بتختلف. هنقول معناها إيه دلوقتي. الكاوتش اللي معانا ده مكتوب عليه 175 65 ار 15 84 اتش. ادي ال 175 65 ار 15 84 اتش. اول رقم اللي هو ال 175 ده عرض الكاوتش بالمليمتر، يعني ادي فردة الكاوتش اهي. لو انا بصيت عليها من الجنب اللي هو الجزء ده كده عرضه 175 مليمتر، يعني 17 سم ونص. تاني رقم 65 دي حاجه اسمها الاسبكت ريشيو. الاسبكت ريشيو دي بتدل على المسافه دي. المسافه دي 65 من 100 من عرض الكاوتش. يعني لو فرده 175 65 وفرده 195 65، الاسبكت ريشيو دي مش ثابته لانها نسبه من عرض الكاوتش. يعني ال 65 دي 65% من ال 175 اللي هو الجزء ده الاسبكت ريشيو. طيب الار دي ايه؟ الار دي مش راديوس، الار دي راديال. الار دي ممكن تبقى راديال وممكن تبقى بايس. الراديال دي استخدامها منتشر في الباسنجر كار. البايس مستخدمه في العربيات التراكس والحاجات اللي فيها لود عالي. الحرف ده بيدل على التركيب الداخلي للكاوتش. فالار دي مش راديوس، دي راديال. 15 دي بتدل على الفتحه بتاعه الكاوتش او الجنط اللي هيركب في الكاوتش ده 15 انش. طبعا احنا عارفين ان الجنوط 15 انش 16 انش 17 انش. فالفتحه دي او الار 15 دي معناها ان الفتحه دي 15 بوصه. طيب ال 84 دي الرقم ده بيدل على اللود اللي الفرده ممكن تستحمله. بمعنى ايه؟ الرقم ده عباره عن كود. الكود ده ليه جدول، طبعا الجدول اكبر من ده، احنا بس جايبين كام رقم من جواه. بيخش الجدول ده يقول لك الفرده دي ممكن تستحمل كام كيلو وممكن تستحمل كام باوند. يعني ال 84 اتش دي لو دخلنا بال 84 دي هنا في الجدول هنلاقي ال 84 دي 500، يعني اللود اللي الفرده دي ممكن تستحمله 500 كيلو جرام. هو برضو على فرده الكاوتش مأكد لك نفس المعلومه دي، كاتب لك معلومه صريحه وبيقول لك الماكسيمم لود. لو جينا بصينا هنا مكتوب الماكسيمم لود 500 كيلو جرام، اللي هو برضو لو دخلنا بالكود ده هنلاقيه برضو 500 كيلو جرام. طب الاتش دي ايه؟ الاتش دي بتدل على السرعه اللي الفرد دي ممكن تستحملها. الاتش دي برضو ليها جدول، الرمز ده كود بيخش في الجدول. الجدول ده فيه برضو رموز كتيره جدا، حروف كتيره جدا، اشهرهم اللي احنا عارضينهم دلوقتي. بمعنى ايه؟ الاتش دي 210 كيلو متر في الساعه، يعني اقصى سرعه لو الفرد الكاوتش بتاعت العربيه اتش، اقصى سرعه ممكن تمشي عليها 210. لو تي 190، لو في 240، دبليو 270 وهكذا لحد اعلى حاجه الواي اكتر من 300 كيلو متر في الساعه. فالحرف ده بيدل على السرعه اللي الفرده ممكن تستحملها. طيب في ايه تاني مكتوب على الكاوتش؟ مكتوب التراكشن والتمبريتشر والتريد وير. هنلاقي كده في الكاوتش مكتوب تريد وير 400، تراكشن ايه، تمبريتشر ايه. ايه دول؟ في حاجه اسمها يونيفورم تاير كواليتي جريدنج. دي شركه او مش شركه، منظمه بتاخد الكاوتش تعمل له تيست في انفايرمنت هم عاملينه، يعني في درجه حراره معينه على طريق معين على كل حاجه ستاندرد. بيتعمل التستات دي بتتعمل على فرد الكاوتش، على الهانكوك زي الميشلان زي البيريلي زي كل الفرد الكاوتش بتخش في نفس الانفايرمنت دي، يطلع لك النتائج دي عشان انت كيوزر تعرف تميز ده عن ده. اول حاجه التريد وير، مكتوب هنا على الكاوتش تريد وير 400. الرقم ده بيدل على معدل تآكل الكاوتش. بمعنى ايه؟ عندي مثلا لو التريد وير 400 زي الفرده دي والتريد وير 200، يبقى التريد وير 400 ده هيعيش ضعف عمر ال 200 عقبال ما يتاكل. بس طبعا في حاجه، البيهيفير بتاع السواق ليه النصيب الاسد في الموضوع ده. ممكن واحد بيعمل هارد اكسلريشن وهارد بريكنج وبياخد كورنرات على سرعات عاليه، ده كله
بيتسبب في تاكل الكاوتش. لكن لو خدنا الفرده دي ومشينا في الاختبار اللي المنظمه دي عاملاه تحت الظروف المعينه، هنلاقي ان الكاوتش ده التريد ويت بتاعه 400. لو جبنا واحد زيه تاني تريد ويت 300، لا ال 400 اعلى. طب الرقم الثاني ايه؟ تمبريتشر بيبقى واخد كود من الثلاثه، يا اما سي يا اما بي يا اما ايه. السي ده اقل حاجه، البي الاعلى، الايه هو الاعلى. يعني الايه اعلى حاجه. ايه التمبريتشر ده؟ دي مقاومه الكاوتش ان هو يسخن. يعني الكاوتش ده بيقعد لحد سرعه معينه يديسيبيت الهيت بتاعته. كل ما الرقم ده يزيد كل ما السرعه دي تبقى اعلى. الكاوتش اللي عندنا ده ايه؟ ايه تمبريتشر ايه، يعني هو اعلى حاجه في الجريد بتاع التمبريتشر. طب الرقم اللي بعديه ايه؟ التراكشن اقل حاجه السي، وبعدين البي، وبعدين الاي، وبعدين الدبل اي. يعني لو التراكشن دي عباره عن ايه؟ ايه قابليه الكاوتش ان هو يقف على الارض المبتله. التست ده بيتعمل مرتين، مره على اسفلت ومره على كونكريت او خرسانه. التست ده بيتعمل مرتين، والفرده بنشوف وقفت قد ايه، يعني وقفت في مسافه قد ايه على الاسفلت وعلى الكونكريت، وعلى اساسه بتاخد الجريد بتاعها اللي هو السي او البي او الاي او الدبل اي. الفرده اللي عندنا دي ايه؟ تراكشن ايه، يعني قبل اعلى حاجه على طول. طب التست ده ملوش اي علاقه بالاكسلريشن، ملوش اي علاقه بالكورنرينج، ده فقط بيتعمل على البريكنج والبريكنج على الاراضي المبلوله بس. وبيتحكم فيه في الاخر بان الفرده دي بتاخد نسبه من الجي. يعني مثلا بيبقى الريت اوف ديسلريشن بتاع الفرده دي 0.34 جي. انا بقول لك مثلا مثال عشان تبقى الارقام متخيله معايا. طيب ايه تاني مكتوب على الكاوتش؟ مكتوب على الكاوتش راديال. قلنا في راديال وفي بايس، هو حاططها لك برده صريحه تانية مع انه قايلها لك مع الار. وتيوبلس يعني ايه؟ اول لما فرده الكاوتش اتعملت خالص كان في داخلي للكاوتش. الداخلي ده ايه؟ كان اول لما الفرده دي بتتخرم الفرده بتنام على طول. تيوبلس دي معناها ايه؟ معناها تيوب لس، يعني من غير التيوب، من غير الداخلي. ده الجنريشن او الجيل اللي بعد الكاوتش اللي فيه داخلي. الفرده دي من مميزاتها ان هي لو اتخرمت مش هتنام معاك على طول وانت ماشي، لما تقف هتنام. طبعا لو قطع كبير هتنام في الحال، دي حاجه مفروغ منها. طب ايه بعد التيوبلس؟ بعد التيوبلس في حاجه احدث اسمها الرام فلات تاير. الرام فلات تاير بيبقى السايد وول او جزء ده من الكاوتش بيبقى ناشف، بحيث ان لو الفرده دي اتخرمت او الهواء اللي جواها كله فضي، العربيه كلها تحمل على الكاوتش، ما يبقاش فيه هواء جواها. السايد وول ده هيشيلك لحد ما توصل لبتاع الكاوتش. طبعا كل شركه كاوتش بتقول لك الرام فلات بتاعي بيمشي مثلا 100 كيلو، الرام فلات بتاعي بيمشي 80 كيلو، كل شركه وليها كيلومتر معين. طب الرام فلات ده اعرفه منين؟ هنلاقي على فرده الكاوتش دي، الفرده دي مش رام فلات. لو هي رام فلات هيبقى مكتوب عليها يا اما ار اف تي او ار اس سي، يعني رام فلات تاير ورام فلات تاير. الكودين دول معناهم ان الفرده دي رام فلات تاير. طيب في ايه تاني مكتوب على الكاوتش؟ مكتوب على الكاوتش اوت سايد. لو لفينا الناحيه الثانيه هنلاقي مكتوب انسايد. يعني الفرده دي بتاع الكاوتش بيركبها مش هيركبها في اي اتجاه. لو هي هتركب في الجنب اليمين يعني هتركب كده، عشان الرسمه اللي فيها ان هي تفرغ الميه وانت بتفرمل او انت بتمشي معموله باتجاه دوران معين. ما ينفعش اركب فرده الكاوتش لو هي بره ناحيه اليمين اركبها كده على الانسايد، لازم اركبها على الاوتسايد. في بعض فرد الكاوتش ما بيبقاش عليها اوتسايد وانسايد، بيبقى عليها سهم. السهم ده معناه ان فرده الكاوتش دي لازم تلف في الاتجاه ده، ما ينفعش تلف في الاتجاه المعاكس. طيب في تاني مكتوب على الكاوتش؟ مكتوب على الكاوتش تاريخ الانتاج. تاريخ الانتاج عباره عن 4 ارقام جنب بعض. مكتوب هنا عندنا 3 1 1 4. اول رقمين دول معناهم الاسبوع اللي اتصنعت فيه فرده الكاوتش، وتاني رقمين معناهم السنه اللي اتصنعت فيه فرده الكاوتش. معنى كده ان فرده الكاوتش اللي معانا دي اتصنعت في الاسبوع ال31 لسنه 2014. طيب في ايه تاني؟ طبعا هانكوك ده نوع الكاوتش، كل كاوتش مكتوب عليه النوع بتاعه ومكتوب عليه ميدين كذا، لو هو بلد معينه بتبقى مكتوب عليه. طيب ايه تاني؟ النجمه دي. الشركات الكبيره ما بتسمحش ان اي فرده كاوتش تركب في العربيه بتاعته، فلازم عشان يقول لك الفرده دي تمام، لان هو طبعا ما بيصنعش فرده كاوتش. يعني بي ام دبليو، مرسيدس،
اودي، جاكوار، استون مارتن، الشركات دي ما بتصنعش كاوتش، بتتعامل مع موردين كاوتش، شركات مصنعه زي بيريلي وميشلان وجودير والكلام ده كله. فلازم يبقى واثق ان الفرده دي ليها ستاندرد معين. فكل شركه عملت كود او عملت رمز لما يبقى موجود تعرف ان الفرده دي فيريفايد من الشركه بتاعتك. مثلا بي ام دبليو عملت النجمه، بي ام دبليو لما تشوف النجمه تعرف ان الفرده دي بي ام دبليو قالت عليها تمام. مرسيدس بنز هتلاقي الكاوتش بتاعها مكتوب عليه ام او. بورش هتلاقي مكتوب عليه ان اكس، اكس دي معناها ممكن تبقى 1 او ممكن تبقى 2. فلما تلاقي الفرده مكتوب عليها ان 1 او ان 2 يبقى دي فيريفايد من بورش. جاكوار هتلاقي الفرده مكتوب عليها حرف الجي، معنى كده ان الفرده دي الناس اللي راكبه جاكوار تجيب الفرد اللي عليها حرف الجي. استون مارتن مكتوب عليها اي ام اكس، اكس دي بتبقى ارقام برضو 1 او 2. تي بي سي بتبقى جنرال موتورز، يبقى الفرده اللي جنرال موتورز مكتوب عليها تي بي سي. كده احنا عرفنا ايه كل الارقام الموجوده على الكاوتش وايه معناها وايه تفاصيلها. لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يقول لنا واحنا هنرد عليه.